السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا فيديو اليوم. هذا الفيديو اللي غنشارك معكم فيه ان شاء الله واحد البسيطلات اللي بعجين جد سهله وبحشوتين مختلفتين. الحشوه الاولى مالحه والحشوه الثانيه حلوه. قبل ما ندخل معكم تفاصيل الفيديو كنتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. على بركة الله غنبداو بتحضير العجين. غادي نحتاج عندي نص كيلو من الدقيق، عندي ملعقة من الزيت، قبصة من الملح، ملعقة من العسل. اللي ما عندوش العسل ممكن تعوضوها بملعقة من سكر سنيدة. غادي نخلط العناصر مزيان. غنضيف واحد نصف خمارة ديال الحلوى، يعني غير نصف. وغادي نجمع الكل بالماء، الماء اللي غيكون دافي لاننا حاليا الجو شويه بارد، ضروري ما نستعملوا الماء يكون دافي. غادي نجمع هاد العجين مزيان. انا شويه هنا خديت الاناء صغير، يعني ما ساعدنيش باش ندلك العجين. غادي نحيدو وغنحط العجين على سطح العمل وغندلك العجينه ديالي مزيان. ضروري ما ندلكو العجينه حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون مرخوفه. وغادي نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا واحد نصف ساعة. وغادي ندوزو لتحضير اول حشوة اللي غتكون مالحة. غادي نحتاج لهاد الحشوة، عندي فلفلة متنوعة خضراء يعني صفرة حمراء، ممكن نتوما تستعملوا اي نوع من الفلفل عندكم. عندي واحد رابعة ديال صدر الدجاج، عندي واحد البصلة كبيرة مشلضة، عندي تقريبا واحد 3 ملاعق غنستعمل ديال زيت العود. بالنسبة للتوابل عندي خرقوم بلدي، عندي سكينجبير، عندي ملح، عندي كمون، ابزار، فلفل اسود، عندي تحميره اي فابريكا. غادي نضيف هاد التوابل هاد الحشوه. عندي نصف ملعقه من الثوم بودره، واللي ما عندوش ممكن يحك واحد يعني 2 فصوص من الثوم. عندي ملعقه صغيره من المطارد، عندي قزبر ومعدنوس واحد الملعقه كبيره مخلطه. بالنسبه للزيتون المقطع والفرماج والشعريه اخر مرحله. غادي نوضع المقلاة ديالي فوق النار وغادي نحاول نحرك هاد العناصر كامله باش تشرب ليا التوابل. غادي نغطي على المقلاة وغنخليها طيب مزيان حتى تنشف من داك الماء اللي غادي يطلق. ومن بعد ما طابت ليا هاد الحشوه غادي نزيد. عندي الشعريه اللي سبق ليا وفزقتها في شويه ديال الماء دافي، وكذلك زيتون مقطع طريفات. وغنطفي
على الخليط وندوزو لتحضير الحشوة الثانية. بالنسبة للحشوة الحلوة غادي نحتاج عندي تقريبا نصف كيلو من صدر الدجاج. يعني أنا بالنسبة لي الصدر كيجيني ساهل، ما كنقي ما والو فاش كيطيب. عندي 2 بصلات مقطعين شرائح. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج سكينجبير، عندي قرفه، عندي خرقوم بلدي، عندي ابزار، فلفل اسود، عندي قزبر معدنوس، كذلك زيت الزيتون، ثوم بودره، تمر مقطع، وكذلك شويه ديال الزبيب، بالاضافه الى واحد 2 ملاعق من الكاوكاو اللي سبق ليا سلقته وقليته شويه ديال الزيت وطحنته مع شويه ديال السكر كلاصي. يعني انا بالنسبه لي كان حاضر كاوكاو اللي استعملت، ممكن تستعملوا اللوز. غادي نوضع هاد التوابل مقدار ديال نصف ملعقه صغيره من كل حاجه. بالنسبه للقزبر معدنوس عندي ملعقه كبيره، ثوم بودره غنستعمل نصف ملعقه. اللي ما عندوش ثوم بودره ممكن يستعمل فصوص من الثوم عادي، يعني 2 الفصوص. غنوضع المقلاة ديالي فوق النار وغادي نضيف الملحه اللي نسيت ما ذكرتهاش في الاول، ونحرك هاد العناصر مزيان حتى تشرب ليا التوابل اللي وضعت ليها. وهنا كنعتذر، تمسحات ليا اللقطه اللي وضعت فيها نصف كأس من الماء، وضعت الخليط حتى يطيب ليا الدجاج. من بعد ما طاب ليا الدجاج حيدته وخليت البصله. ما عرفتش اللقطه فاش ندير المونتاج ما لقيتهاش، ما عرفتش كيفاش حتى تمسحات ليا، ولكن المهم هو انني من بعد حيدت الدجاج اللي طاب ليا ووضعت داك التمر اللي قطعت طريفات وكذلك الزبيب. واحد غنزيد 2 ملاعق من كاوكاو اللي سبق وطحنته، يعني قشرته وقليته وطحنته مع شويه ديال السكر كلاصي. وزدت واحد المعلقه ديال العسل. بالنسبه للكاوكاو يعني ممكن تستعملوا اللوز، انا بالنسبه ليا كان حاضر غير كاوكاو هو اللي استعملت، وحتى هو عطى واحد المذاق لهاد الحشوه الحلوه جد رائع. غادي نخلط هاد العناصر مزيان وغنزيد واحد القبيصه ديال القرفه. بالنسبه اللي ما عندوش العسل يعني ممكن يستعمل ملعقه ديال السكر سنيده، يعني الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها. انا بالنسبه لي ديك الملعقه ديال العسل كافيه. المهم خليت ديك العناصر حتى طابت مزيان ونسجم ليا داك الزبيب مع العسل مع التمر مع البصله، يعني تعلكوا. غنضيف لهم داك الدجاج اللي حيت وقطعته طريفات صغار. هنا الاضاءه كانت شويه مجهده، وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجم ليا مع الخليط ديال الزبيب والتمر والكاوكاو. وغادي نخليه حتى يتشرب شويه يزيد ينشف. وهنا غادي ندوزو العجين ديالنا من بعد ما ارتاحت. غادي نقسمها يعني 3 ديال الكويرات. هنا كل كره غادي تعطينا 4 ديال البسيطلات، وغادي ندهنهم دائما بالاستعانه بالزيت هنا فقط. وغادي نغطي هاد الكويرات ونخليهم يرتاحوا واحد يعني تقريبا واحد قسمين 10 دقائق. يعني كل ما ارتاحوا كل ما كيعطيونا الطوع فاش كنجيو نطلقوهم. من بعد ما ارتاحوا غادي ناخذ اول كويره وغادي نطلقها فوق سطح العمل، وانا كنطلقها غير بالزيت فقط.
نتوما كتلاحظوا على ان العجين كتطلق معنا بسهوله لانها مدلوكه مزيان ومرتاحه، لان كل ما دلكات وكل ما ارتاحت كتعطينا الطوع. وضروري ما تكون عندنا العجينه اللي طلقنا تكون رقيقه. نتوما كتشوفوا غناخذ الزبده اللي ذوبت وصفيتها من الحليب اللي تيكون فيها، غادي نجمع هاد المستطيل على شكل رغيفه، وحنا في نفس الوقت كنورقوا بالزبده، يعني ضروري ما كندهنوا الزبده في هذه المرحله. كنستعمل الزبده فقط في هذه المرحله. غادي نتني هاد المستطيل باش نحصل على واحد الرغيفه اللي تكون متساويه، وغنستمر هكذا حتى نكمل الكويرات اللي بقاو عندي، يعني بنفس العمليه. ومن بعد ما ساليت يعني الكويرات غادي ندوز لاول مربع خدمت. انا كنحاول نصر عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل. غناخذ اول مربع خدمت غنحاول نطلقو مزيان، وهنا كذلك غادي نستعمل غير الزيت، يعني ما غاديش نستعمل الزبده. وغنحاول نقسم باش نحصل على 4، باش نحصل على 4 ديال البسيطلات يجيونا متساويين. بالنسبه لي انا غادي نخدم جوج اشكال، هذا الشكل دائري وشكل مستطيل. غنبدا معكم اول وحده غتكون على شكل دائري. غادي ناخذ الحشوه اللي حضرت في الاول، يعني حشوه مالحه. للتذكير انا ضفت ليها داك الفرomage اللي كان محكوك حتى لاخر مرحله حتى بغيت نعمرها في هاد الليمول. غنستمر هكذا كنجمع ليها الجوانب ديالها، وانا في نفس الوقت كنقاد في الجوانب. كنستعملوا هاد الليمول فقط باش يعطيونا واحد الشكل دائري اللي تيكون متساوي، كيجينا على هاد الشكل، يعني كيجينا واحد البسيطله اللي متساويه. غندوزو لتحضير الشكل الثاني، يعني طريقه جد سهله. كنحاولوا نبسطو هاد المربع اللي عندنا باش ياخذ لينا الشكل ديال هاد المول اللي غنخدم به. وغادي تكون هنا الحشوه حلوه. صدقوني البنات هاد الحشوه كتجي رائعه ألذ ما يكون، وكأنكم كتاكلوا بسطيله. هنا يعني انا ما استعملتش البيض، فقط دوك العناصر اللي استعملت عطاوها واحد اللذه رائعه ومذاق يعني ما نقولش لكم عليه، جد جد رائع بلا بيض بلا حتى شي حاجه، وكأنكم كتاكلوا بسطيله حقيقيه. نحاول نقاد حتى نحصل على هذا الشكل اللي كيجي زوين. غنستمر هكا حتى نكمل الكريات اللي عندي، ومن بعد غناخذ الطاوه ديالي ونحاول بواحد الكيردون نوضع ثقب على البسيطلات وغندخلهم للفرن. سبق ليا وشعلته من قبل، شعلت عليهم غير من التحت، ومن بعد ما طابوا من التحت خرجتهم. وغنحاول ندهنهم بهذا الخليط اللي هو عباره عن شويه ديال الزبده، زدت مع واحد شويه ديال الزيت، واحد كذلك نصف ملعقه من التحميره او الفابريكا، وحاولت ندهن هاد البسيطلات. صدقوني هاد الخليط كيعطيهم واحد اللمعان، يعني في غنى على البيض بلا ما تستعملوا لا بيض لا والو. نتوما كتشوفوا من بعد ما دخلتهم الفران تحمروا، شالت عليهم من الفوق كيجيو غزالين محمرين. من بعد ما انتهيت زينتهم على هاد الشكل.
كنتمنى ينالوا اعجابكم، وانا دائما يعني في انتظار تشجيعاتكم ليا. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، والى اللقاء فيديو قادم بحول الله.